السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأهلي بيفوز النهارده على المحلة بأداء ممتاز وبثلاثية ممتعة جدا جدا جدا، ولكن ناقصه بعض التفاصيل. بختلف مع كل الناس النهارده اللي بتقول هو ليه واحد زي أحمد عبد القادر النهارده بدأ أساسي على الرغم من وجود مشكلة بينه وبين مارسيل كولر. طب هل مارسيل كولر ضعيف الشخصية كده عشان يبدأ بواحد زي أحمد عبد القادر؟ يا جماعة الخير، اللاعب غلط وتعاقب واتعمل عليه تاني أعلى عقوبة في تاريخ النادي الأهلي بعد عقوبة كهربا، ومع ذلك كولر نزله النهارده علشان يقول له يعني نزله النهارده عشان يسلمه للجمهور ويقول له شوف انت بتعمل ايه ومشكلتك الفنيه فين. لان احمد عبد القادر مستواه في النازل جدا جدا جدا، وهيشوف احمد عبد القادر سن الانتقادات او الجمهور هينتقده ازاي بعد الماتش بتاع النهارده. وعشان يعرفوا برضو نقطة تانية ان المشكلة مش فيا الشخصية انا بيني وبينك، المشكلة ان ادائك ذات نفسه هو اللي عامل مشكلة ليك انت في ارض الملعب. بعد ماتش غزل المحله النهارده والثلاثيه، الاهلي فرق بكبير جدا عن تاني منافسيه اللي هو فيوتشر، واصبح ترتيب جدول الدوري ان فيوتشر هو الثاني، وبيراميدز النهارده بعد التعادل اصبح الثالث، والاتحاد الرابع، والمقاولين الخامس، والزمالك للاسف الشديد جدا في المركز السادس. الزمالك في مكان ما يستحقوش، لكن لعيبته انا بتكلم على كيان الزمالك، المكان ده ما يستحقوش، لكن اللعيبه اللي بتلعب في ارض الملعب هي تستحق اقل من المكان ده لان هم مش موجودين. مكاسب الاهلي النهارده كانت في ماتش النهارده بتاع المحله كبيره جدا وكتيره جدا، وهي انك انت سايب واحد، اولهم انك انت سايب واحد زي رامي ربيعه النهارده بيلعب ورجله بقت كويسه في الملعب، وعايز تطمن هل اخر الموسم اقدر اسيبه، هل اقدر امشيه، هل اقدر اطلعه اعاره، اجيب مدافع جديد، ولا اعمل ايه استفيد منه بخبرته. يعني الراجل ده بيلعب رابع ماتش على التوالي، فتقدر في اخر الموسم تقيم هل رامي ربيعه يكمل معاك وتجدد له ولا تطلعه اعاره ولا لا. هو مش هيطلع اعاره، هو غالبا لو طلع هيطلع بيع لانه حتى سنا مش هيرجع تاني. تاني حاجه النهارده ان اشراك واحد زي احمد عبد القادر بعد اعلان العقوبه اللي اعلنت عليه، وده يعني بيثبت خلاص ان مفيش مشكله بيني انا او مفيش ازمه بيني انا كمارسيل كولر وبينك انت كلاعب، رغم ان احمد عبد القادر لما بينزل لسه برضه مصمم على جو الحنكشه اللي هو بيعمله ده. انا كنت في ماتش الهلال والاهلي قسما بالله صعب انك انت بقى انت قاعد في المدرجات فكاشف الكادر كله، صعب انك انت تلاقي الناس كلها. انا في هجمه لاحمد عبد القادر كان طالع فيها اللعيبه ما رضيتش تكمل معاه، اللعيبه ما رضتش تكمل معاه رغم ان هم لوحدهم. ليه؟ لان هم عارفين ان كده كده هو بتاع دريبلينج وبتاع فري ستايل، مش هيلعب لهم الكوره. وقد كان برضه صمم ما وقفش مثلا على الكوره ورجعها للي جاي من ورا او رجعها للديفندر او اللي جاي من نص الملعب او عكس اللعب. لا، احمد عبد القادر عايز الكوره تبقى تحت رجله وعينه في الارض، يعني عينه على اللي جاي عليه، عشان كده هو بيحب يعمل الدريبلينج. لو رفع عينه وبص على الملعب او بص على التقسيمه بتاعه اللعيبه او التواجد بتاع اللعيبه حواليه، هيقدر يلعب كوره وهيقدر يفيد الفريق بشكل كبير جدا لانه مهاري. احمد عبد القادر من النوعيه او من اللعيبه اللي صعب بتتكرر كتير، صعب جدا اللعيبه دي تتكرر كتير، لكن لما تستغل في مهارتك دي وتستغل القدره اللي ربنا اداها لك دي في خدمه الفريق، ممكن تأنن في واحدة او في اتنين، لكن مش بالشكل اللي احنا بنشوفه ده، انك انت دايما عايز الكرة تفضل في رجلك. بعد كده معانا ان نزول خالد عبد الفتاح النهارده بعد الرجوع من الاصابة، والمدير الفني بدأ يطمن عليه، اللي بيلعب طبعا مكان محمد هاني وبيقدر يلعب معاك كمان في السيرد باك، ولعبها في ماتش الزمالك وكان مقدم اداء او مستواه كان كويس جدا. وثبات مستوى مروان عطيه اللي بصراحه اللاعب ده هيفيد الاهلي بشكل كبير جدا وهيفيده لسنين قدام كتير، ويا رب اللاعب ده يقدر يحافظ على نفسه ويقدر يطور من مستواه اكتر كمان. وفي برضه نزول كريستو النهارده، وده هيفيد الاهلي بشكل كبير برضه في الفتره الجايه. الملخص بتاع الافاده يعني النهارده انك انت اصبح عندك تنوع في اللعيبه، يعني مش شرط النهارده العب بطاهر احمد عبد القادر، انا عندي بديل ليه واحد زي حسين الشحات يقدر يلعب في الجبهه دي والجبهه دي، وعندي محمد طاهر قاعد بره، عندي كريستو يقدر يلعب مكان بيرسيتاو على اليمين، وعندي بيرسيتاو بيلعب، عندي كهربا بيلعب مهاجم، وعندي محمد شريف النهارده اللي جاب جون بيلعب برده، عندي محمد هاني ناحيه الباك اليمين، وعندي برده خالد عبد الفتاح، عندي في الديفندر او في نص الملعب بقى عندك السوليه وحمدي فتحي ومروان عطيه واليو ديانج، وعندك برضو كوكا. يعني اصبح عندك تنوع. هي المشكله كلها والازمه كلها بعد ما محمود متولي يرجع هتبقى بس في الدفاع، انك انت عندك محمد عبد المنعم وده انت بتعتمد عليه بشكل اساسي دلوقتي عشان متولي مصاب، بتغير بين رامي ربيعه وبين ياسر ابراهيم. لكن وجود اللعيبه ووجود التنوع ده هيفيد الاهلي بشكل كبير جدا، لان الاهلي مقبل على ده ماتشات في الدوري وماتش في الكاس وعنده بعد كده دوري ابطال افريقيا، ودي حاجه كويسه جدا الاهلي كان بيعاني منها من فتره كبيره جدا وفي المواسم اللي فاتت.
كان في مستشفى النادي الاهلي، وكانت مستشفى كبيره جدا. يعني انت عندك اصلا لحد دلوقتي لسه كريم فؤاد واكرم توفيق الاثنين عندهم صليبي ولسه ما رجعوش. ده كان عامل مشكله كبيره جدا 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 للاهلي في السنين اللي فاتت، مع تلاحم المواسم كمان وتلاحم الماتشات. بسرعه كده بقى، وبخصوص ماتش الاهلي وبيراميدز اللي هيتلعب، اللي هيتلعب نهائي الكاس ان شاء الله، اللي هيتلعب يوم 10/4. القرار طلع ب 20,000 تذكره، 10,000 للاهلي و10,000 لجمهور بيراميدز، 10,000 لجمهور الاهلي و10,000 لجمهور بيراميدز. وهنا السؤال، هو بيراميدز فعلا عنده 10,000 من مشجع حقيقي وعاملين فان اي دي هيخشوا الماتش، ولا الموضوع هيمشي ازاي؟ عشان بيراميدز مصمم ان هو ياخد ال 10,000 بتوعه ويشتريهم، وبعد كده يروح يجيب روابط ويجيب ناس هتشجعه، والناس دي طبعا هتاكل وهتشرب وهتنبسط والدنيا جميله وكل حاجه، ودي مش حقك فيها. هيجيبوه عشان يقعدوه في المدرجات عشان يشتم الاهلي وعشان يشجعك. معرفش ازاي اصلا انتوا كاتحاد كوره تقدر او لجنه مسابقات تقدروا تعملوا 20,000 تذكره في ماتش زي ده، نهائي كاس بين فرقتين مصريتين هيأهل لنهائي سوبر او هيأهل لكاس السوبر. ازاي والاهلي لسه لاعب ماتش كان داخله 80,000؟ معرفش ازاي الموضوع هيمشي كده. افتحوا المدرجات للجمهور، لان الكوره اصلا معموله للجمهور وانتم مصممين تحرموا الجمهور منها. مشكله الفار لو ما اتحلتش في الماتش ده او قبل الماتش ده والماتش بدا بفار، هيكون في كوارث كتيره جدا 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 في الماتش ده، جوه الماتش وبعد الماتش، خاصه وان لجنه المسابقات واتحاد الكوره ومش عارف وايه 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 خدوا قرار خلاص بان الحكم هيكون مصري بنسبه 100%. وده هيعمل مشكله اكبر، ان اي حاجه هيتم الاعتراض عليها، اي شكوى بعد الماتش ده من اي نادي من الطرفين، سيان الاهلي سيان بيراميدز، ممكن يلغي البطوله نهائي اصلا، لان ده شرط البدء البطوله ان الفار يكون موجود. يعني ممكن تبدا الماتش والفار شغال ويتعطل وتاخد راي الفريقين، يا جماعه احنا هنكمل الماتش من غير فار والدنيا تمشي. لكن ما ينفعش البطوله تبدا او الماتش يبدا بدون وجود الفار، بدون وجود الفار، وده هيعمل مشكله كبيره. سريعا برضو، الاهلي والرجاء المغربي، اسفرت قرعه دوري ابطال افريقيا عن ان الاهلي هيلعب مع الرجاء المغربي في الذهاب في القاهره يوم 20 او يوم 21، وبعدها يوم 28 او يوم 29 في المغرب في كازابلانكا. ولكن هنا هل لجنه المسابقات هتعمل الجلاشه مع الاهلي زي ما عملته قبل كده بعد ماتش القطن الكاميروني، وكان بيلعب يوم السبت وكان مسافر السبت اللي بعديه راح يلعب قدام صن داونز في جنوب افريقيا، وراح تحط له ماتش المقاولين العرب في النص؟ ولا هيعملوا ايه؟ هيحطوا لهم برضو هيحطوا الاهلي برضو ماتش من يوم 21 ليوم 28، هيحطوا له ماتش للدوري في النص؟ ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ ولو الاهلي كسب هيقابل الكسبان ان شاء الله من الترجي وشبيبه القبائل الجزائري. اخر حاجه معانا وهي فشل مفاوضات الزمالك مع المدير الفني الجديد الالماني هايكو هيرليتش، وده بسبب موضوع الشرط الجزائي، لان هو كان هيتم عقد مع المدير الفني الجديد ده لمده 6 شهور. لو الراجل قدم المستوى المطلوب منه والفريق وقف على رجليه كويس وهو قدر يخدم الفريق، هيتم التجديد مع الراجل ده لمده سنه. لكن كان الزمالك شارط ان هو يحط له شرط جزائي في العقد، لو الزمالك فسخ العقد هيديله شهرين. الراجل كان رافض جدا وقال انا لو الزمالك اللي فسخ العقد او اداره نادي الزمالك هي اللي فسخت العقد تديني باقي العقد كله. وده اللي عمل المشكله في ان هو يقدر يكمل مع نادي الزمالك، والراجل استبعد خلاص من الخيارات المتاحه لنادي الزمالك. حاليا اللجنه الفنيه لنادي الزمالك، اللجنه الفنيه الجديده في نادي الزمالك هتاخد قرارها بخصوص المدير الفني الجديد في الفتره الجايه. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه وفعل الجرس واخبط اللايك التمام، وخلي الكوره ليك. رمضان كريم. سلام.